السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه في العيد؟ يا رب نكون كلنا في اسعد حال واحسن حال. طيب بصوا، انا حبيت كده ان احنا نتكلم على فيديو بقالي فترة عايز اعمله، بس كنت مستني وقت ان هو ايه يكون مناسب لجو العيد كده. هو فيديو بسيط، حاجة كده مهمة جدا بس بسيطة قوي. طبعا كل الناس دلوقتي نتيجة الدهون، نتيجة البخار، نتيجة الأتربة، نتيجة الالتهاب، نتيجة الأكل، الدهون، الكلام ده كله، الجلد بيبتدي، وعدم الاهتمام بالجلد نتيجة الحالة الاقتصادية والحالة المادية والتعرض لأشعة الشمس والتعرض للتراب، الكلام ده كله الناس بيحصل لها كتير قوي مشاكل في الجلد. النهارده هنتكلم عن الموضوع ده. طيب الكريمات والحاجات دي حلوه طبعا جدا، الماسكات، السكراب، الكلام ده كله حلو جدا، بس المشكله في ان الحاجات دي بقت غاليه، يعني نضيف منها غالي. وحتى لو جبت الحاجه اللي هي معقوله في السعر، برضو حتى عشان استخدمها على فترات يعني منتظمه هيبقى الموضوع صعب. طيب النهارده انا جايب لكم حاجات المفروض ان هي بتساعد في حاجات كتير قوي. الحاجة دي هي مشروب أصلا، بس احنا هنستخدمه بطريقة تانية خالص. طيب القهوة. الايه؟ القهوة طبعا يا جماعة، ايه اللي ممكن تديهولنا القهوة لما نحطها على الجلد وما تديهولناش لما نشربها؟ طيب الاول قبل ما اجاوب على السؤال ده، احنا في انواع من القهوه او الكافيين اللي بيتحط على الجلد. في حاجه اسمها كوفي كريم، في حاجه اسمها كوفي جراوند، والجرين تي او الشاي الاخضر. طيب الثلاث حاجات دول فيهم ماده اسمها EGCG. الماده دي يا جماعه هي مضاد للاكسده قوي جدا، ومضاد للالتهاب قوي جدا. يعني على سبيل المثال لو حد عنده حبوب او الكلام ده كله ونتيجه التهاب وحواليها حمار والكلام ده كله، لما بنحط القهوه على الموضوع ده ممكن تودي الحمار وممكن تودي الالتهاب، لكن مش هتودي الحبوب، يعني مش هتودي الحبوب، الاكني يعني مش هتوديه، لكن هتودي الحمار والالتهاب اللي حواليه. طيب بس هي ليها ثلاث حاجات اساسيه بتشتغل عليها. اول حاجه ان هي بتقلل السليوليت. بتقلل ايه؟ السليوليت. هو ايه السليوليت؟ بيحصل ليه؟ بيكون في تغير في خلايا الدهون في الجسم، وده بيأثر على نسبة الكولاجين وبيأثر على النسبة العضلية أو التكوين العضلي اللي موجود في المكان اللي حصل فيه الخسسان أو السليوليت. طيب طبعا هي بتشتغل عن طريق إنها بتكسر الدهون. طيب ولما بتكسر الدهون كمان هي بتزود الدم اللي بيوصل للمكان ده فيبتدي يتكون السليوليت. تاني حاجة بتعملها القهوة غير السليوليت إن هي بتقلل أو بتمحو، يعني بتشيل الاثار بتاعه الهايبر بيجمنتيشن، اللي هو تغير في لون الجلد نتيجه شمس بقى، نتيجه حراره، نتيجه امراض معينه. فبتغير بتقلل طبعا الهايبر بيجمنتيشن دي، او لما بيحصل لون معين في الجلد بتسمر بالكلام ده كله. هي بتعمل زي مضاد للحاجات دي، بتخليها زي الصن بلوك، يعني اللي هو ما اثرش فيها، بترجع الجلد لطبيعته. طيب ثالث حاجه طبعا بتعملها علامات التجاعيد اللي بتحصل دي، برضو هي طبعا علامات التجاعيد والكلام ده كله بيكون نتيجه نقص كولاجين ونقص بروتينات معينه. طبعا هي بتشتغل على الموضوع ده فبتظبط علامات التجاعيد. لو في ورم تحت العين، الناس اللي بتاخد نشويات كتير او دهون كتير بيحصل عندهم ورم تحت العين او الكلام ده، القهوه طبعا مفيده جدا. طب يعني ازاي هنعمل الكلام ده؟ الحبه الاخرانيين اللي في كوبايه البن دي يا جماعه بناخدها وندعكها على المكان اللي احنا عايزين نظبطه. انا حبيت اعيد عليكم وابقى معاكم في العيد، ما بقاش قطعت عنكم يعني. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم اعملوا لايك وشيروا الفيديو. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا في اسعد حال